ما بقيش فيه طبقات. احنا كنا طبقة عالية قوي قوي، وكنا طبقة وسط، وكان طبقة مفيش. دلوقتي احنا بقينا طبقتين، طبقة وسط وطبقة معدومة، معدومة خالص، مش باينة. مفيش. انت دلوقتي بتبقى تعبان في البيت ومش قادر تقوم، وبتضطر تروح شغلك عشان ما يتخصملكش جنيه، علشان ما يتخصمش جنيه. مفيش في اكتر من ايه كده، يعني في اكتر من كده ايه تاني؟ ان الانسان بيبقى تعبان في البيت ويعلم ربنا انه مش قادر يتحرك من على السرير، ولازم ينزل شغله عشان يقول لا، لو اتخصمت مني 50 60 70 جنيه انا اولى بيها. مع انك بتيجي اخر الشهر تاخد المرتب، وهي برضه مش قادر تجيب احتياجاتك. طب ليه؟ مع ان انا من كام شهر كان نفس المرتب بتاعي هو، بس كانت الدنيا ماشيه معايا شويه، برضو نفس المرتب هو، بس مش معيشني، مش ممشيني، مش جايب لي اي حاجه في بيتي، بل بالعكس انا بقبض يوم واحد، يوم اتنين ما بيكونش معايا فلوس، الا من رحم ربي. الحياه بقت صعبه علينا، بقت صعبه علينا جدا 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 جدا. الايام بقت صعبه علينا، بقت صعبه علينا برضو جدا جدا جدا. احنا مش بنعاني، احنا بقينا بنموت. يعني احنا بقينا بنموت بالبطيء. بقينا بنشتغل وبقينا من الطبقات المعدومة خالص. يعني انت لما تكوني ست شغالة وزوجك شغال، بتنزلوا من الساعة 8 الصبح، بترجعوا بالليل، اللي بيرجع الساعة 8 واللي بيرجع الساعة 6، وفي الآخر مش عارفين نعيش. مش عارفة تعملي طلبات عيالك، مش عارفة توفري احتياجات عيالك، مش عارفة تأكلي عيالك. صعبت قوي علينا، والله العظيم بجد. الحياة صعبت قوي 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 علينا. اما انزل السوق عايزه اجيب كيلو طماطم يدخل في ال40 جنيه، واجيب كيلو بطاطس ب30 جنيه، يبقى دي 70 جنيه عشان اجيب كيلو طماطم بس وكيلو بطاطس. تمام. عشان اجيب لي كيلو رز، واجيب لي ربع كيلو شعريه، عشان اعمل اقل حاجه خالص في الاكل، اقل حاجه خالص صينيه بطاطس وجنبيها طبق رز، اصرف لي اكتر من 200 جنيه، من غير لا اي لحوم ولا اي فراخ ولا اي حاجه خالص، اكله عاديه. تمام. مع ان احنا معانا عيال صغيره جسمها عايز يتبني وعايزين ناكلها كويس عشان يطلعوا كويسين. لا مفيش الكلام ده. اروح السوق، الف على السوق كله، اجيب الشارع من اوله لاخره، مش لاقي حاجه رخيصه، مش لاقي اي حاجه رخيصه خالص. اعمل ايه؟ روحت فاضيه من غير اي حاجه. يخبط عليا الباب، افتح الاقي بتاع النور يقول لي عليكي 650 جنيه. طب 650 جنيه نور ليه؟ ليه؟ انا عندي ايه؟ ما عنديش حاجه. يعني ما خليش حتى نور مولع في الشقه. الغساله بتشتغل في الاسبوع مره. الشاشه طول النهار محدش موجود في البيت، لو اشتغلت ساعتين ولا 3. المراوح العاديه ليه 650 جنيه؟ قال لي حضرتك النور زاد. طب هيفضل يزيد لحد امتى؟ واحنا هنفضل كده لحد امتى؟ احنا تعبنا، والله العظيم تعبنا بجد. تعبنا كتير. الغاز، انا ما عنديش سخان غاز، انا عندي بوتاجاز بس ما وصلتش ما جبتش سخان عشان اوصل عليه الغاز، وبدفع مبلغ وقدره. ايه؟ ميه. العماره اللي احنا فيها 7 ادوار، ميه 700 جنيه او 650 جنيه كل شهر. ليه الارقام الخياليه دي؟ ليه؟ حرام، والله العظيم حرام. اما الواحد يطلع طول النهار وفي الاخر مش قادر يجيب قوت عياله، مش عارفين حتى نشوف طلبات عيالنا، مش عارفين نجيب لعيالنا اي حاجه، لا عارفين ناكلهم كويس ولا عارفين نشربهم كويس، بل بالعكس هم عايشين على الميه بس، عايشين على الميه. العيل مش بياكل، ولا عارف تجيب له متطلبات، ولا عارف تجيب له اي حاجه هو عايزها، ولا عارف تجيب له فاكهه، ولا عارف تاكله لقمه كويسه. يعني انت اللي بتشتغل بيه مش بيكفي، انت بتقبض يوم واحد، يوم اتنين مش بيكون معاك جنيه في جيبك. انا بتكلم على نفسي. لما بنقبض يوم واحد، بنيجي يوم اتنين البيت كده ماشي بحمد ربنا،
ونعم بالله العلي العظيم. مفيش. من يوم 2 في الشهر بتعاني لحد اخر الشهر. مفيش. احنا لو على نفسنا، لو احنا كبار عادي، لكن الواحد زعلان على العيال اللي معاه دي. مع ان على فكرة نفس المرتب ده هو من كام شهر كان بيمشينا، كان بيمشي متطلباتنا، كان ممشي البيت اهو شوية. تمام. ايه اللي اتغير بقى لما انا باخد نفس مرتبي هو دلوقتي، ونفس مرتبي هو زمان، بس زمان كان ماشي شوية ودلوقتي مش مكفيني؟ مفيش خالص. ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير اللي احنا بقينا فيه كل يوم بنصحى على حاجة جديدة غليت، كل يوم بنصحى على ده سعره ارتفع، كل يوم بنصحى على ده سعره زاد. مفيش يوم بقينا نصحى فيه نقول الحاجة دي سعرها نزل. يعني احنا كل يوم بنصحى على نكد على نكد على نكد، واحنا اللي بقينا نعاني، واحنا اللي بقينا بنتعب، وعيالنا اللي معانا دياتي بقيت تتعب. فاحنا داخلين على ايه تاني؟ طيب قاعد ايه تاني داخلين عليه؟ احنا تعبنا. كل حاجة بقيت غالية، كل حاجة. مفيش حاجة بتنزل. قوطة، يعني ايه قوطة داخلة في 40 جنيه او ب 40 جنيه؟ البطاطس ادي لها كام شهر بنقول الاسبوع ده هترخص، نلاقي الاسبوع التاني زادت. تمام. خيار غالي، خضرة اجيب عودين خضرة في الرابطة ب2 جنيه. طب ليه؟ مفيش اي حاجة خالص رخيصة. مفيش. يعني انت عشان عايز تاكل بيتك، لو فطرتهم اكله كويسه ما تغدهمش ولا تعشيهم، لو غديتهم اكله كويسه ولا تفطرهم ولا تعشيهم. لازم تختار لك حد من الاثنين، لازم تختار لك حاجه من الثلاثه، يا اما تتغدى يا اما تتعشى يا اما تفطر، وانت لك الاختيار. انا اعرف ناس ولا بتتغدى ولا بتتعشى ولا بتفطر فطار كويس، بشوفهم بعيني، مش عارفين يعيشوا خالص. فالواحد نفسه كده يعني يتحس بينا شوية، يتحس بظروفنا. الدنيا كانت طبقات، كان في العالي قوي وكان في الوسط وكان في المعدوم. انا متهيألي دلوقتي الدنيا بقيت كلها وسط ومعدوم. يعني انا متهيألي دلوقتي ان احنا بقينا بعد ما كنا 3 طبقات، طبقة عالية جدا وطبقة وسط او طبقة في النص وطبقة معدومة، احنا دلوقتي بقينا طبقتين، طبقة في الوسط وطبقة بقيت معدومة. انا ما بشوفش اي حد غير لما يكون بيعاني، ما بقابلش اي حد غير لما يكون بيعاني. انا بشوف ناس بتعيط بالدموع عشان مش عارفة تعيش، علشان مش عارفة تاكل. واحنا والله العظيم بقينا من الناس دياتي، احنا بقينا من الناس دي اللي بتعاني. الرحمة شوية، يعني يحسوا بينا شوية بس يا جماعة، حسوا بينا شوية. عايزين نصحى يوم من الأيام نكون نايمين ونقوم من نومنا نلاقي في حاجات كتيرة اتغيرت، نلاقي الدنيا هديت علينا شوية، بقيت في رحمة شوية علينا. تمام. مش كل حاجة، يعني حاجة تغلى حاجة ترخص. خير الأمور الوسط، لكن مش كل حاجة ترفع لفوق واحنا بقينا اللي تحت. كل حاجة رفعت فوق واحنا بقينا اللي تحت مش ظاهرين خالص. فكده كتير. ده الواحد دلوقتي بيبقى تعبان ومش قادر يقوم وبيقول لا اروح الشغل عشان ما تخصمش مني يوم. يعني شوف هي وصلت لايه، ان انت بتبقى تعبان ومتكسح ومشلول ومش قادر تتحرك من مكانك على السرير، وبتقول لا انا مش هقعد من الشغل عشان ما يتخصمش من عليا يوم، عشان اليوم ده بالنسبة للغلبان هيفرق معاه كتير، سواء يومك زي ما كان ب50 ب60 ب70 اي مكان، بس بالنسبة للغلبان ان الرقم ده بيفرق معاه كتير. وبيروح الشغل علشان خاطر لما يجي اخر الشهر ما يلقاش مرتبه ناقص 50 جنيه. وبرضه يا ريت الواحد مكفي، بل بالعكس الواحد مقصر كتير. الواحد اكتر حاجة مزعلاه تقصيره
مع أولاده، تقصيره مع أولاده، إن هو مش قادر يجيب متطلبات طفل رايح المدرسة زي كده مش عارف يجيب لحاجته. طفل أول يوم مدرسة عاوز مصروف مش عارف يديله مصروف. فمش عارفة أقول إيه والله العظيم، مش عارفة أقول إيه. أنا بتكلم من معاناتي اللي أنا عايشة فيها، أنا بتكلم من معاناتي اللي أنا عايشة فيها. أنا بعاني، أنا كست بشتغل وجوزي بيشتغل، أنا بعاني من الحياة إنها بقيت صعبة أوي 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 علينا. بعاني من كل حاجة، مفيش حاجة بقيت معانيش منها، بعاني من كل حاجة. ونقول في الآخر لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.